بصوا الحلويات دي، بدل ما ننزل وندفع قد كده لاولادنا، عايزين كوكتيل، عايزين فخفخينه، لا عملناها في البيت وعارفين الفاكهه الطازه وحلوه، وعارفين ولادنا بيحبوا ايه وعملناها. لو عايزه تعرفي الطريقه عملناها ازاي بكل تفاصيلها وتكاتها وحركاتها، كملوا معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف بقى الطبق الجميل ده، فاكهه الموسم، بسم الله ما شاء الله، واسعارها حلوه. الفراوله، جايبه حرنكش، برتقان، استفندي، موز، تفاح. هنعمل فروت سلطات مع بعض. اي نوع فاكهه عندك نعمله. هنحتاج الفواكه اللي عندك. هنحتاج عسل، زبادي. يلا نسمي بسم الله. واول حاجه هنقطعها الفراوله. طبعا مغسوله كويس، بس انا سايبه الورقه دي اهي. قطعي بقى زي ما انت عايزه، صغيره كبيره. بصوا منظر الطبق جميل بجد. دي مثلا لقيتها كبيره، اقطعها عشان تاخد ايه بالمعلقه اهي. ولو عندك بقى جوافه، اعصريها جوافه بلبن وانزلي عليهم، يا سلام. بس انا مش عندي جوافه اهي كده. قطعنا الفراوله اهو. هنقطع بقى التفاح اهو كده. هنشيل نقطع كده. هنقطع معاها برتقانه اهي. ادي البرتقال. والاستفندي نفس الحكايه، هفصصه كده واقطعه نصوص. طب والبذر، معلش بقى، اللي هيجي بقه بذره يشيلها، لكن لو جت قدامنا بذره هنشيلها اهي كده اهي. انتي بتقطعي البذره شيليها. وهنجيب البوله بتاعتنا، هننزل عليها بالفاكهه اللي احنا قطعناها كلها اهي. فراوله اهو. ايه تاني عندنا؟ الحرنكش. هنحط الحرنكش. الموز هنقطعه كده اهو. عصير البرتقال، لقيت عندي عصير برتقال وعصير فريش مانجا ماشي اهو. وهحط معلقه عسل كبيره، معلقه واحده اهو بس. خلاص كده، انت عايزه كده زي الفل. بس انا بضيف عليها حاجه كمان، بحط كوبايه زبادي. انا عندي زبادي هنا بلدي، هروح مفضيها عليها وبس. اهو كده اهو زي الفل اهو. الزبادي ده اختياري، عايزاه بس بيخلي طبعا بيزود القيمه الغذائيه بتاعه الطبق اهي. شوفي بقى انت هتجيبيه بكام. هم بيسموها فخفخينه باين بره. في اي كافيه هتعملي يعني اللي انت عملتيه ده كله ما يجيش تمن نص كوبايه من بره اهو. اهو زي الفل كده اهو.
الفاكهه اللي عندك هتعملي احلى كوبايه فخفخينه لولادك. ما عندكيش العصاير دي من البرتقال اللي عندك، اعصريه. البرتقال ما شاء الله زي الفل وسعره حلو قوي اهو. اي فاكهه عندك اعمليها لاولادك، واعصري حبه برتقال عندك، وطلعي حبه مانجا من اللي انت مفرزاها رمضان، اعصريها وحطيها لولادك. بصوا بقى، بصوا جماله وحلاوته، الواناته بقيمته الغذائيه زي الفل. قومي واعمليه لاولادك. استنوا لسه هنقدمه وتشوفوا طريقه التقديم. ورجعنا لكم بعد ما حطينا فروت سلطات او الفخفخينه بتاعتنا. بصوا بقى حركات وتكات، وحطينا ايه كريم شانتيه من فوق وفراوله ولا احلى. وكمان ايه، بصوا الحلاوه، بصوا العصير اهو. تعالوا ندوق بقى مع بعض. الله الله الله، جميل جدا. وهتعملوا لاولادكم وعارفين فاكهته طازه وجميله. ايه رايكم بقى في الحلويات والجمال ده؟ يا رب يكون عجبكم وتقوموا تعملوا لاولادكم. السلام عليكم.